بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن الاعطال اللي بتقابل ناس كتير في الساعات، وهي ان الساعه بتقف لوحدها، يعني بتبقى شغاله وبتقف وتروح تركب لها حجر بتلاقيها بتشتغل بالطريقه دي. طيب هو في ساعات بتبقى في مشكله بتبقى باينه قبل ما تستعجل وتغير لها حجر. انا بتكلم عن المكن CL، يعني الساعات الشعبي اللي هي بتروح تشتريها ب100 200 300 700 800 معاك لحد يمكن تبقى نفس المكنة CL موجودة في ساعات ب1000 جنيه عادي جدا، المكنة اللي هي الشعبي. أول حاجة هنفتح الغطا اللي وراه، يعني ممكن تروح تغير لها حجر عند أي صنايعي. الصنايعي يستعجل، أنا مش عايز أقول مثلا إن هو خدع اللي قدامه، ممكن يكون استعجل مجرد ما ركب لها حجر ولا الساعة شغالة بالطريقة دي بتقف وتشتغل، هي اشتغلت، بيقوم يحكم على الساعة إن هي مشكلة مكنة. تمام، بص كده الساعة اشتغلت. طب لو ضغطنا كده مثلا وقفت، دي مثلا من ضمن العيوب اللي انا ممكن اقولك عليها، ان هو عيب العقرب الثواني. ثواني كده ندوس تاني عشان نتأكد. انا ضغط من تحت على المكنة، الساعة العقرب مش راضي يمشي. طب نسيب كده، مشيت، ندوس تاني وقفت. ده عيب من عيوب العقرب الثواني، بيبقى رافع شوية فبيخبط في الازاز. طب ايه الحل؟ تلاقي منظر المكنة CL عاملة زي كده زي كده. تمام، ثواني نفك السير عشان نعرف نتعامل. بص كده نفك من الناحية دي كده، ندوس على السوستة كده. تمام، دي المكنة CL، دي مكنة صيني، دي هتلاقيها في أغلبية الساعات. أنا بتكلم يعتبر 3/4 ساعات، 90% من الساعات من أول ما تشتري الساعة من معلش أقولك 50 و100 جنيه. هو دلوقتي أقل حاجة بتتكلم جملة تقريبا 100 جنيه أصلا و150 جنيه، واحنا طالعين ممكن تلاقيها في الساعة ب800 ب900 ب1000 تلاقي نفس المكنة. الفكرة في غلو الساعات وفرق الأسعار في الماتيريال الخارجي. تمام، أول حاجة هندوس على الحتة دي، شايفين الحتة دي؟ هندوس عليها، نسحب الأكرة دي لبره ونقلب الساعة كده. بص كده، شايفين العقرب عامل ازاي؟ عقرب الثواني رافع لفوق. طيب ايه الحل؟ أول حاجة هنركب الأكرة دي، نركبها تاني في المكنة. تشوف مكان الفتحة فين اهي هنا. هنقوم ايه دخلين المسمار تاني كده، ونقوم موقفين الساعة، نسحبها لبره خالص. دي ده سحبتين عشان في تاريخ. هنقوم جايبين الاتنين فوق بعض كده، بس كده مع بعض. دي لو المشكلة مشكلة عقرب ثواني بيخبط في الإزاز، أو الأفضل كمان إن احنا نجيب التلاتة فوق بعض كده، ونحرك عقرب الثواني كده عشان نشوف الفرق ما بين التلاتة. تمام، لازم يبقى في فراغ ما بين التلاتة زي كده. طيب هل في براح ان عقرب الثواني ينزل تحت شوية؟ في. طب هنعمل ايه؟ هنيجي من هنا، من عند عقرب الثواني. تمام، هندوس، بس الحل ان احنا نبقى عاملينها يعني بمعنى صح، هنحضن بصبعنا كده بسيط كده على العقرب من ورا. تمام، وندوس من هنا حاجة بسيطة كده. ماشي، وهنشوف لو لازقين في بعض يبقى نرفع تاني شوية كده اهو. ممكن ينزل كمان سنة ولا لأ، هنشوف نتأكد برضو. ممكن ينزل كمان سنة صغيرة خالص. نعمل زي ما احنا قلنا،
نجرب تاني. تجرب الحاجات دي كلها قبل ما تودي الساعة للصنايعي، تمام، عشان تبقى فاهم مشكلة ساعتك فين. المكن ده مثلا ما بيتصلحش، المكن ده بيبقى كبس ما بيتصلحش، بيتغير. فبدل ما نغيره نتأكد الأول إذا كان هو فعلا عيب مكنة ولا لأ. هنقوم مركبين، بصوا دايما أهي المسمار هنا قدام رقم 3، تمام. نقلب كده، نمسك المسمار كده، نحط كده، تمام، ونشوف هي كده اشتغلت. طيب هندوس كده، بطلت تقف. بصوا كده، هنحط صباعي وبضغط، شوف لون صباعي عامل ازاي، باين ان انا ضغط، بطلت تقف، تمام. دي مثلا مشكله من ضمن المشاكل هي بانت قدامكم. يعني هو الزبونه اصلا قالت انا غيرت حجر ووقفت، وصاحب اللي في صنايعي يعني قال لها ان دي مكنه، فسألت عليا وقالت هجيب لك الساعه، انت اللي هتجيب له الخلاصه، تمام. طيب انا حبيت ان انا اختبرها قدامكم واشوف. انا والله على اساس اصلا بعمل فيديو على اساس ان هي مكنه، بس قلت ايه، انا دايما اي حد بيجيب لي ساعه بعمل لها الاختبار كذلك. يعني في ساعه جات لي قالوا ان هو غير لها حجر وما اشتغلتش، دي انا عملتها على الجرايه لان هو دخلها ميه. الجرايه دي بتخلي الساعه تجري. تعالوا نتابعها سوا مع بعض اهو. الساعه مظبوطه، تمام. ده برضو كان هيغير المكنه بتاعتها 2030 ياباني، فحطيتها له على الجرايه شويه. الجرايه دي بتخلي العقارب تلف كتير عشان لو في اي حاجه هي المتسببه في وقوف العقارب تمشي، تمام، ومن غير حجر ولا اي حاجه. جريتها له شويه وقال لي سيبها وتابعها وانا واثق فيك، لو عيب مكنه غير لها مكنه. بس الكلام ده من الساعه تقريبا 8 الصبح، وادينا الساعه دلوقتي 5 الا ربع وشغاله. كان بيقول ان هي ما بتكملش ساعه زمن وتقف، والساعه دي الحمد لله شغاله. دايما بعمل الحركه ديت عشان الحرمانيه، يعني بعمل اللي عليا والله عشان كده، يعني عشان ابقى انا عملت اللي عليا وفعلا مفيش حل غير تغيير المكنه، عشان ما نخشش في صاحب الساعه او ما شابه في اي تكلفه. يعني حاجه زي كده اصلا تبقى بخساره ليا، يعني المكنه كنت هكسب من وراها. حاجه زي كده يعني ساعات ما باخدش، ولو اليوم معدي مفيش فيه شغل باخد لي 15 جنيه. المهم عشان ما اطولش عليكم، في بند تاني برضو تخلي بالكم منه. تعالى نخلع الحجر ده كده، نزلنا الحجر وبصينا هنا تحت، في تحت ده بتاع الايه السالب، تمام، بيلمس الحجاره من تحت. ده ساعات بقى بيكون نازل تحت خالص، نازل كده، تمام. هي كده برضو هتشتغل بتاعي، مش عايز انزلها اكتر لان تنزيل التطليع هتخليها تتقطم. هي شغاله. المسمار اللي تحت يعني بتقابلني، دي اكتر حاجه بتقابلني بصراحه. يعني تيجي تركب حجر للزبون تلاقي الساعه ما اشتغلتش، بقوم خلع الحجر تاني وركز في المسمار ده اللي تحت ده، قطعه الحديده ديت شايفينها دي، رب لكم اكتر. القطعه دي تمام، دي بتبقى نازله تحت، فما بيخليش ان الحجر يلمس في السالب، بيبقى على قد الموجب بس. طيب بيبقى ايه الحل؟ الحل تعدي حاجه من تحت وترفع ده فوق شويه، تمام. مجرد ما بترفعه فوق شويه خلاص كده بيكون الحساس اشتغل. مش كنت بظبط التليفون كده، نيجي نبص كده الساعه شغاله. نيجي نركب، سواء نرجع الزوم تاني، نركب الكرنك ده تاني. الكرنك ده مهم يا جماعه عشان بيمسك المكنه عشان ما تتحركش بالشكل ده، ولو قفلنا الغطا بالشكل ده هتلاقي الساعه نازله معاك بالطريقه دي. الكرنك ده لابد منه. مركبين الكرنك كده، نبص في الغطا هنلاقي فيه فتحه صغيره، الفتحه دي هنخليها عند المسمار ده كده،
تمام. ونكبس تمام كده جامد. في ساعات بتبقى عايزة شدة شوية. نبص على الساعة معانا شغالة تمام. هنظبطها طبعا ونتابعها ونشوف وضعها ايه. تعوضها بقى في فيديو تاني تكون ساعة فعلا محتاجة مكنة، هصور لكم طريقة تركيب او تغيير المكنة. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى بقى ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس. برضو ما تنسوش زي ما قلت لكم انتوا معاكم 3 مراحل تتاكدوا منها ان المكنه خلاص هي كده فعلا عايزه مكنه. اول حاجه تتاكدوا من عقرب الثواني انه ما بيخبطش في الازاز. تاني حاجه تتاكدوا من الحساس بتاع الحجر اللي هو السالب اللي تحت. تالت حاجه ان الساعه تمسكها تفتح الاكره دي على الاخر وتقعد تلفها زي نظام الجرايه. احنا معانا جرايه مغناطيس كده تتوصل بالكهرباء، فبتخلي الساعه تلف بالشكل ده عشان لو في اي تراب في اي حاجه جوه المكنه يطلع منها. تمام. لو المكنه دي مش متاحه عند الساعاتي انت اعملها بنفسك بالطريقه دي كتير. افضل لف دي بسرعه 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 كده. شايف انا حاطط ازاي اهو بلف الاكره كتير. بعد كده تقوم قافل وتشوف اشتغلت معاك يبقى تمام. ما اشتغلتش وجربت جميع المراحل ديت يبقى المشكله لا قدر الله تكون في المكنه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا.